سواء بتستخدم تشات جي بي تي او ديب سيك او اي اداه خاصه بالذكاء الاصطناعي، الفيديو ده بتاعك. لو بقيت تعتمد على الاداه دي في كل حاجه، في شغلك، في دراستك، في حياتك، وحتى قراراتك اليوميه والاستشارات الطبيه والعلميه، فانت داخل على خطر انت مش مدركه، ممكن يغرقك ويضيع مستقبلك ومستقبل عيالك وعيالهم. هقول لك ازاي، بس الاول هتشوف الانترو وتجيني مره تانية. ومساء الفل افري بودي، معاكم عمر عبد الرحيم. اهلا وسهلا بيكم يا شباب ويا بنات في فيديو جديد. الفيديو ده لاربع انواع من الناس اللي بتستخدم الذكاء الاصطناعي في كل صغيره وكبيره في حياتهم، واللي بتعتمد عليه كمرجع اساسي في اي حاجه بقى دينيه، علميه، عمليه، طبيه، والناس اللي بتتعلم منه بشكل اكسسيف او بشكل اوفر، واللي بيتكلم معاه كانه دكتوره النفسي. لو انت واحد من الناس دي، او حتى لو مش من الناس دي وتعرف ناس من النوع ده، كمل الفيديو للاخر. خلينا نتفق الاول على حاجه، كل المواقع دي وكل الادوات دي في اول صفحه لما بتيجي تشترك فيها دايما بيقول لك المعلومات اللي هنا مش دقيقه وما ينفعش تعتبرها كمرجع. هم نفسهم بيحذروك، يعني بلاش تمشي وراهم عمياني. بس للاسف في ناس بقى بتعمل العكس، بتخلي الحاجات او الادوات دي تقرر بدلها وينفذ اللي الاداه بتقوله بشكل 100% كانه صح من غير اي مراجعه. طب هل ما نستخدموش؟ لا استخدمه، اوعى ما تستخدموش. يعني حيرتنا، يعني نستخدمه ولا ما نستخدموش؟ هنستخدمه بس صح قوي. يعني ايه بقى تستخدمه صح؟ يعني تخليه يساعدك مش يسبقك، خليه يظبط لك فكره بعد ما انت تكتبها مش يفكر بدالك، خليه يراجع شغلك مش يعملهولك، خليه يوسع مداركك ويخليك تشوف جوانب تانية انت مش شايفها. لان كتير قوي من الوقت الواحد بيحتاج عين تانية غيره تشوف حاجه هو مش شايفها. خليني اقول لك حاجه ناس كتير ما تعرفهاش. في مواقع كتير ومؤسسات كتير لما بتيجي تطلب منك تاسك او بتطلب من الناس تاسكس بتمنع استخدام الاي اي. يعني تقول لك لما تيجي تقدم التاسك ده، سواء تاسك اكاديمي او ما الى اخره، بتحذرك وبتنبه عليك ان انت ممنوع تستخدم الاي اي فيها. هم عايزين مخك انت، عايزين الانبوت بتاعك انت كانسان، لان هم عايزين يختبروك انت، عايزين الانبوت بتاعك انت. هم قادرين ان هم يجيبوا الانبوت من الادوات دي كلها. فاللي انا عايز اقوله لك، انت محتاج تستخدم الادوات دي زي ما انت بتستخدم جوجل كده، اللي هو انت عندك الفكره وخلاص، انت شايف انها قربت من الكمال، فهتدور على اكسبانشنز للفكره، او انك تطورها او تاخد وجهه نظر مختلفه، فمش هتخليها هي المصدر الرئيسي بتاعك. خلينا اديك مثال صغير. لو انت معتمد على زوجتك 100% ان هي دايما اللي بتعمل لك الاكل طول عمرك وتعودت على ده، ما بقتش قادر ان انت تعمل اكله لوحدك، لو زوجتك ما بقتش موجوده في البيت لمده اسبوع، انت حياتك ضاعت واسمك ضاع لانك مش عارف تاكل. فده بالظبط نفس اللي هيحصل لو انت ابتديت ان انت تتعود على الادوات دي انها المصدر الرئيسي ليك في كل حاجه. هيجي عليك وقت انت نفسك مش عارف تفكر لان انت اتعودت ان في حد بيفكر لك. اختصارا للفيديو، هو الذكاء الاصطناعي مش خطر لو انت استخدمته صح، انت محتاج تطوعه مش انت اللي تمشي وراه. الخطر الحقيقي انك تبطل فعلا تستخدم دماغك انت، يعني خليه اداه مش بديل. اتعلم منه بس ما تمشيش وراه عمياني. يعني طب انا ممكن بقى اريح دماغي وما استخدموش خالص؟ هيبقى غلط. انت محتاج تواكب العصر، تشوف الناس بتستخدم ايه دلوقتي وتشوف الترندز رايحه فين عشان تقدر تواكب يا معلم. فانت طوع الادوات دي في فايدتك انت وفي انتاجيتك انت. انا عايزك بقى تقول لي في كومنت بتعتمد على الاي اي في ايه في يومك العادي. ثانك يو سو ماتش فور واتشنج. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي.